السلام عليكم. النهارده حلقه جديده من برنامج باكورد، معكم اسلام اوتاكا. لو لفيت في تاريخ الكوره من ساعه ما الانجليز اخترعوها لغايه النهارده مش هتلاقي زي سنه 2004، سنه جبر الخواطر او ممكن نسميها عام الفقراء والمساكين. البدايه طبعا من دوري ابطال اوروبا واللي فاز بيها بورتو البرتغالي، ودي كانت حاجه كبيره جدا ساعتها لان طبعا طلع زي فرق زي اي سي ميلان وبرشلونه وريال مدريد وفرق جامده جدا وقتها، والبطوله دي كانت تاني مره تاخدها بورتو في تاريخها كله. طبعا نيجي بقى للدوري الالماني واللي حصل فيه معجزه كبيره واللي فاز بيها ساعتها فيرد بريمن، واللي مش مقدر المعجزه دي يجي مثلا عندنا مثال دلوقتي لو مثلا فريق غزل المحله جه خد الدوري في وجود الاهلي والزمالك وبيراميدز. ده مش بس كده، ده فريق فيرد بريمن السنه دي خد الثنائيه الدوري والكاس، وكانت اول مره في تاريخه تحصل. نخش بقى على قاره افريقيا، وفي عز تالق الانديه المصريه في البطولات الافريقيه يظهر فريق انيمبا النيجيري. الفريق ده حرم نادي الاسماعيلي اللي كان في عز مجده ساعتها بعد ما خد الدوري المصري انه ياخد دوري ابطال افريقيا، واللي ساعتها كان الاسماعيلي معاه احسن جيل في تاريخه، واللي لو كان كسب البطوله كان هيروح في حته ثانيه. على الاقل ما كناش هنشوفه زي الايام دي ما بيحصل ان هو بيصارع على الهبوط. نسيب افريقيا ونروح لاسبانيا. ريال ساراكوستا بياخد كاس الملك من ريال مدريد وبياخد السوبر من فالنسيا، واللي ما يعرفش ان ريال ساراكوستا بيلعب حاليا في الدرجه الثانيه. وعشان المفاجات تكمل، اللي خد الدوري الاسباني ساعتها مش ريال مدريد ولا برشلونه زي ما احنا متعودين، اللي خده سنه 2004 هو فريق فالنسيا. ومش بس كده، ده كمان خدوا اليوروبا ليج والسوبر الاوروبي. وفي نفس السنه الغريبه دي بيحصل المعجزه الكرويه الكبرى، وان اليونان تحقق كاس الامم الاوروبيه اليورو، ودي كانت اكبر مفاجاه في تاريخ الكره الاوروبيه، وساعتها سموها معجزه القرن، لان اليونان ساعتها كبلد كانت في حاله افلاس والفريق مش قد كده. وفي ذكر المعجزات نخش بقى على امريكا الجنوبيه، ويفوز ببطوله كوبا لابورتادوريس فريق اسمه اونيس الكولومبي. بس ممكن حد بيسمع الحلقه دلوقتي يقول لي طب ايه المشكله ما فريق زي ده ياخدها؟ احب اقول لك ان الفريق ده شارك في البطوله 3 مرات بس، سنه 99 وسنه 2002، وما شاء الله طلع في المرتين حصلت المجموعه. لكن في 2004 بيتصدر مجموعته وبيكسب سانتوس وساو باولو، ويقابل في النهائي حامل اللقب الوحش بوكا جونيور ويكسبه بركلات الترجيح بعد ما ضيع لعيبه البوكا 4 ركلات. في مرحله قبل ما كابتن حسن شحاته يحتل افريقيا مع المنتخب، تونس تحقق كاس الامم الافريقيه على حساب المغرب. كان معكم اسلام اوتاكا وبرنامج باكورد.